شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ حاجة كده بجد تحفة جدا. هعمل معاكم كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة ومقادير مظبوطة، وكمان هنعمل لها صوص اقتصادي ومش مكلف خالص. بجد بجد تحفة جدا. لو انتم محتارين وعايزين تاكلوا اي حاجة حلوة بجد انصحكم بكيكة الشوكولاتة. احلى بكتير من الجاتو او التورت اللي احنا بنشتريها من بره. عايزه اقول لكم ما كلفتنيش اي حاجه خالص، وكمان تنفع في اعياد الميلاد ونفرح كده بيها اولادنا. لو انتوا جداد على قناتي، انا اسمي امل ودي قناتي امل طه شانيل. اتمنى الفيديو يعجبكم، وتنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. يلا مع بعض عملنا الكيكه بتاعتنا ازاي. اول حاجه هبدا انخل مقادير الجافه. عند ما ادخل ببدا انزل بكوبايتين من الدقيق، وهبدا انزل بحوالي 3 معالق من الكاكاو. كاكاو الخام، يكون اهم حاجه يكون كاكاو نوعه كويس، فضلا كده الكاكاو الاسباني. وبنزل بحوالي معلقتين من البيكنج باودر وخميره الحلويات، وبنزل بذره من الملح، وهبدا انخلهم مع بعض كويس جدا حوالي مرتين او 3. وهبدا انزل بحوالي ربع معلقه من القهوه سريعه الذوبان، تدي طعم حلو جدا. وبنقلبهم مع بعض، وبكده المقادير الجافه بتاعتي بتكون جاهزه. عندي بولة ببدأ أنزل بحوالي كوباية ونص من سكر الأبيض، وبنزل بحوالي 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وبنزل بحوالي ربع معلقة من الفانيليا، وببدأ أضربهم مع بعض كويس جدا بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي المتوفر عندنا. بضربهم كده لحد ما الخليط بتاعي يكون أبيض زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ أنزل بحوالي نص كوباية من الزيت، وبرجع أضرب المكونات مرة تانية. خلاص الخليط بتاعي بقى جاهز. هبدأ أنزل بالمكونات الجافة. أهم حاجة إن احنا نقلبهم في اتجاه واحد، وبقلب الخليط كده لحد ما الدقيق يختفي خالص. وبعد كده بكون مجهزه كوبايه من الحليب ومكعب من الزبده، سبتهم على النار لحد ما يغلوا. هبدا انزل بيهم على خليط الكيك. عايزه اقول لكم الحليب المغلي ده بجد بجد تحفه جدا. جربته كده في كيكه الشوكولاته، كمان جربته في كيكه الفانيليا، بيخليها هشه وطريه. بجد بجد حلوه خالص، بتكون احلى بكتير من اللي احنا بنشتريها من بره. لو انتوا مجربتوش الحليب المغلي بجد جربوه، بيكون رهيب. ببدا اقلب كده في الخليط لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. عايزه اقول لكم المقادير دي مظبوطه جدا. خلاص بنوصل للقوام ده اللي انتوا شايفينه. القوام ده بيكون حلو جدا. في الوقت ده بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. خلاص الكيكه بتاعتي كده مظبوطه. عندي صينيه دهناها بالزيت، ببدا انزل بخليط الكيك. ممكن نستخدم اي نوع صينيه اللي متوفر عندنا والشكل اللي احنا حابينه. بنزل بالكميه كلها. وبعد كده عندي خله، ببدا كده اخرج الهواء الموجود في الكيك، وبسوي كده الكيك عشان تطلع معايا متساويه. بدخلها الفرن، بتاخد حوالي ساعه الا ربع. وتشوفوها معايا دلوقتي. هبدأ اعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي. لحد كده الكيكة بتستوي. عندي حوالي نص كوباية من الحليب، نص كوباية من الزيت، حوالي معلقتين من الكاكاو الخام، وحوالي ربع معلقة من الفانيليا. معانا كمان حوالي نص كوباية من السكر، نسيت احطها كده في المقادير. اعملهم كلهم في الخلاط. عندي الخلاط، ببدأ انزل بالحليب، وببدأ انزل بالكاكاو، وبنزل بالفانيليا. وبعد كده ببدأ اضربهم كويس جدا. ممكن في الوقت ده ننزل بنص كوباية السكر، بس انا كنت ناسياها معلش. ببدأ انزل بالزيت. الزيت ده هو اللي بيتحكم في القوام بتاع الصوص، اذا كان الصوص بيكون تقيل او خفيف. بعد كده بضربهم كويس جدا مع بعض. ممكن كمان نعملهم في الكبة. دلوقتي بحط نص كوباية السكر زي ما قلت لكم، وبرجع اضربهم مع بعض كويس. القوام كده ما يكون ناعم معايا. عايزه اقول لكم صوص الشوكولاته الاقتصادي ده بجد بيكون حلو جدا، وكمان بينفع كده يكون زي النوتيلا. استخدمه كده في السندوتشات للاولاد في المدرسه،
ممكن نستخدمه في اي حاجه. بجد بجد حلو خالص وموفر جدا، احسن من الشوكولاته بتكون غاليه وسعرها غالي. شايفين الصوص حلو جدا تقيل، ولسه كمان لما هدخله التلاجة حطه كده في البوله او في علبه محكمه الغلق. شايفين الصوص عامل ازاي؟ لسه كمان هدخله في التلاجة هيتقل اكتر. بجد بجد حلو خالص، عايزاكم تجربوه تستخدموه في اي نوع حلويات انتوا حابينها. ممكن كمان نستخدمه في الكنافه، نحشيه كده بالكنافه. بجد بجد حلو خالص. في الوقت ده الكيكه بتاعتي استوت زي ما انتوا شايفين. بختبرها كده بالخله. شايفين الخله بتاعتي طالعه نظيفه. اخدت معايا حوالي ساعه الا ربع على درجه حراره 180 في الرف كده اللي في النص، واسيبها كده لحد ما تبرد. وبعد كده ببدا اعمل فتحات زي ما شايفين كده بالخله. الفتحات دي بتساعدني لما بنزل بالحليب، الحليب يوصل لكل مكان في الكيك. عندي حوالي كوبايه الا ربع من الحليب، عليهم نص معلقه من الكاكاو، ربع معلقه من القهوه سريعه الذوبان. بقلبهم مع بعض كويس جدا وابدا انزل بيهم على الكيك. الحليب ده بيخلي الكيكه تكون طريه وتكون حلوه خالص، وتكون هشه كده، متكونش مفروله، تكون عامله زي الجاتوه اللي احنا بنشتريه من بره او التورت. واسيب الكيكه لحد ما بتتشرب خالص، وبعد كده ببدا اقلبها على طبق التقديم. وبعد كده هبدا انزل بصوص الشوكولاته البسيط اللي عملناه مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هبدا ازينها بالفرماسيل، وكمان ممكن نستخدم جوز الهند او مكسرات اللي هو السوداني وجوز الهند مع بعض. اي حاجه كده تكون بسيطه ما تكونش مكلفه خالص. ممكن كمان نسيبها كده من غير ما نزينها باي حاجه، بس انا حبيت اكسر كده لون الشوكولاته. عايزه اقول لكم رهيبه بجد 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 حلو جدا، وكمان احلى بكتير من اللي احنا بنشتريها من بره. احلى من التورت والجاتوهات بتكون اسعارهم غاليه ومكلفه جدا. نعملها كده ونفرح بيها اولادنا. زي ما قلت لكم لو احنا محتارين وعايزين ناكل اي حاجه حلوه بجد انصحكم بكيكه الشوكولاته، لان مكوناتها متوفره في كل بيت، وكمان بتكون مقاديرها مظبوطه. عايزه اقول لكم بتكون حلوه جدا في اعياد الميلاد. ممكن كمان نستخدم لها كريم شانتيه نزينها بيها، بتكون حلوه جدا، تكون عامله كده زي التورت والجاتوهات اللي بنشتريها من بره. بعد الفيديو ده مش هنشتري جاتوهات ولا تورت تاني من بره، هنعمل كل حاجه في البيت، وكمان هنعمل معجنات في البيت نفرح بيها اولادنا وما تكونش مكلفه خالص. شايفين طريه وحلوه جدا. عايزه اقول لكم طعمها حلو خالص، ما بتفرقش كتير عن الجاتوهات والتورت اللي احنا بنشتريها من بره. اتمنى كده الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. هستنى رايكم والتعليقات تحت الفيديو. هشوفكم على خير فيديو جديد. مع السلامه.